السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا. يخوض فريق الكرة بالأهلي مباراة صعبة أمام منافسه الترجي التونسي بالمواجهة التي تجمع بينهما في نهائي دوري أبطال إفريقيا موسم 2023-2024. وتقام مباراة الأهلي والترجي التونسي على أرضية استاد القاهرة في إياب المباراة النهائية للمسابقة القارية، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي. ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة من أجل التتويج باللقب للمرة 12 في تاريخه، بينما يتوج الترجي بالبطولة حال فوزه أو تعادل إيجابيا بأي نتيجة، على أن يتم التوجه لضربات الجزاء حال انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي. وسبق أن تواجه الأهلي والترجي في 25 مباراة ببطولات الأندية الإفريقية، منها 23 مرة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ومباراتان في بطولة كأس الكونفدرالية. فاز الأهلي في 12 مباراة، منها 6 لقاءات على ملعب الترجي بتونس العاصمة، بينما فاز الترجي في 4 مناسبات، وتعادل الفريقان في 9 مواجهات. أحرز الأهلي 30 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً. واستطاع الأهلي التأهل إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على مازيمبي الكونغولي 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور نصف النهائي. على الجانب الآخر، الترجي التونسي تخطى عقب العملاق الجنوب إفريقي صن داونز بهدفين دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا. وأعلنت قناة أون تايم سبورتس عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إذاعة مباراة الأهلي والترجي عبر التردد الأرضي لها داخل جمهورية مصر العربية.